السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. رسالة موجهة إلى معالي وزير التربية والتعليم محمد إقبال. أريد أقول في شغلة معينة. من الأهم الأخلاق أم الشهادة؟ من وجهة نظري إنه الأخلاق. ماكو مشكلة إذا كان هو غبي بس خلوق، أحسن مما هو دكتور بأدبسز أو دمغسز. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه النقد هو نوعين. بالنسبة لي أنا دا أحكي النقد اللي يذمك ويعيرك، إنه يذكرك بأخطائك بطريقة سلبية، والنقد اللي يحاول إنه يصلح من عندك ويبني منك إنسان جديد. فيا معالي وزير التربية، أنت تعرف حضرتك بظاهرة المخدرات بالمدارس الحكومية؟ سمعت عنها؟ وصلوا لك إياها؟ إذا ما سمعتها، أكو شيء اسمه السوشيال ميديا، حاول إنه تتابع حتى تقدر تسمع أخبار الناس أكثر مما اللي يطمطمون يمك. أنا قلت إنه أنا إذا أنزل فيديوهات ممكن لأنه عندي لسان ولساني شوية طويل صحيح، بس يعني هم أذى حد بي. بدي أكون لسان حي عن هواية ناس. حاليا أنا دا أحكي نيابة عن ولد 2 وبنية. أكو بالمدارس الحكومية سماسرة للحشيشة من الطلاب بالاتفاق مع المدراء، بحيث المدير إلى نسبة من الموضوع يلفون حشيشة، هذا الشخص يشوفه دا يدخن أو هاي دا تدخن، يا بس يشربون حشيشة حبب. ممكن تريد تجرب حبب؟ خاف عليك حبب لا توقع. جرج للدرب قام يصير حشاش العينتين. بعدين يقول له كل ما تجيب لي 10 حشاشين إلك حشيشة ببلاش. يعني يصير بيه الموضوع اكو تسويق ومندوبين عنه بدون ما يعرف انه هو تحول الى مندوب بالحشيشة. فهذا الدرب دا يضيع هواية ناس. اذا كانت الظاهرة ما مطروقة على المجتمع بس هي موجودة وغصبا ما علينا كنا قاطبة، فالمفروض انه تحارب هاي الظاهرة، والاهل شوية انتبهوا على ولدكم وبناتكم، لأنه هاي الظاهرة ممكن تخليك تبيع الأول والتالي ما وراك في سبيل نفس ما الدخان. هذا الحكي دا تسمعوني كل الزين بي. ما دا أحكي طاب بجيبي شي، مجرد إنه أريد أنصح أو أريد أحكي فد شي لمصلحتكم بالنهاية، هو مو بس لمصلحتي. والله شاهد على هذا كلامي اللي دا أقوله. فاللي أنا أطلبه من السيد الوزير العظيم إنه تحط لك عيادات بالمدارس لفحص الطلاب، واللي تشوفوه مدمنين تعالجوه بسرية تامة، حتى لا تحطوه في موقف محرج لا هو ولا أهله، لأنه جل من لا يخطئ الله سبحانه وتعالى يسامح، إحنا ما راح نسامح. بالنهاية أنت دا تعجيل للمجتمع، وهذول كلهم ولدك. المفروض كلهم تعتني بيهم، تهتم بيهم، حتى يطلع جيل براسه خير، احسن مما قاطع على الانترنت وحتى لا تسترى بالاسئله، والاسئله تطلع وانت كل زين دا تدري. احسن مما تخلي الطلاب يمتحنون بالممرات، صح ولا لا؟ فالمهم هذا اللي انا قلته. اتمنى الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس.